باندلاء أعمال عنف وتخريب في بعض ولايات المكسيك، رئيستها تعلن أن الحياة طبيعية في معظم أرجاء البلاد. عنف انطلقت شرارته بعد أن نفذت القوات الخاصة للجيش المكسيكي عملية في تابالبا بولاية خاليسكو. هدف العملية العسكرية كان نيميسيوم أوسيغيرا، المعروف بالنينشو، هو زعيم كارتيل خاليسكو الجيل الجديد للاتجار بالمخدرات. قتل النينشو خلال العملية. كان مطلوبا للولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تفضي إلى القبض عليه. سبق لواشنطن أن صنفت كارتيل خاليسكو الجيل الجديد الذي أسسه أوسيغيرا في العام 2009، صنفته في العام 2025 منظمة إرهابية بتهمة الاتجار بالكوكايين والهيروين والميتامفيتامين والفنتانيل. تصفه وزارة الخارجية الأمريكية بأنه كارتيل عابر للحدود، وفي المكسيك يعد واحدا من أكثر الكارتيلات عنفا، لذلك كان مقتله ثمرة لتعاون أمني بين الولايات المتحدة والمكسيك وفق السفارة الأخيرة في واشنطن. وصف مقتله نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو تطورا كبيرا للمكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعالم. بعد مقتله دعت السفارة الأمريكية في المكسيك الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد. اللافت أن ولاية خاليسكو التي قتل فيها النينشو ويحمل كارتيل المخدرات الذي كان يتزعمه اسمها، من المقرر أن تستضيف 4 مباريات في نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم.